الناس ما هي محتاره برضو كده يعني محتار بين الفني والاداري. انا برضو عاشق للكوره، بحب الكوره جدا وبحب اخوض تجربه التدريب، لكن شايفها برضو صعبه في مصر، مش مريحه. تدريب مش مريحه ومش ثابته. فيعني في كذا حاجه، في كذا يعني، والاداره مايل لها برضو جدا، مايل للاداره. بس الحاجات دي كلها هتتحدد في الست شهور الجايين دول يعني. 6 شهور اللي جايين. طيب زي ما قلت لك قبل ما تختم بشويه كده، فانت تفكر هتعمل ايه، خش يمين ولا شمال. تختم ايه؟ انت فعلا ناوي تختم؟ اكيد لازم اي مشوار ليه طبعا نهايه يعني. انت بتتكلم 6 شهور لانه لا يعني دلوقتي الجمهور بيتكلم يعني بيسمعك فيبدا يتخض. ده 6 شهور، ده بيقول لك يبقى انا هبطل خلال 6 شهور، ولا ممكن قرار يبقى فيما بعد سنتين مثلا يعني. لا سنتين شايفها كتير يعني. كتير. انا قلت ممكن سنه ونص يعني، ممكن اجدد كمان سنه. يعني انا عقدي ينتهي مع الاهلي اخر السنه دي. نعم. فانا لو حابب اكمل اخري سنه واحده كمان يعني. قدر النادي قال لك انا عايزك سنتين، هقول له خليها سنه بسنه. تتكلم جد؟ ليه؟ مش حابب يعني سنتين بالنسبه لي كتير. انا الكرة قاسية جدا برضو. وبعدين الخاصات اللي بيلعب في النادي الاهلي عليه ضغوطات وتوتر رهيب يعني. فانا شايف ان اختم حياتي وانا واقف على رجلي احسن ما اقعد سنتين زياده. تخرج من الباب الكبير زي ما بيقولوا اخواننا في شمال افريقيا، يقول لك كبير اخرج من الباب الكبير. حابب تخرج من الباب الكبير ان شاء الله يا رب. على فكره ما اقدرش اقول لك حاجه في ده، لانه اي حد بيحترم نفسه لازم يخرج من الباب الكبير، وانت حاسس بس لسه ما خدتش القرار النهائي يعني. هل مثلا مع ضغوط الجماهير مع ضغوط الاداره ممكن ترضخ، ولا بالنسبه لك صعب احسن؟ ارضخ ان انا ازود كمان سنه. اصل كمان كان شوبير ابقى عندي مثلا 38 سنه، فالموضوع يبقى صعب جدا. 38 سنه ولسه بلعب كوره، لا يبقى الموضوع صعب. كمان انت بدنيا هتقل فانا حابب يعني ان شاء الله يعني سنه ونص ماكسيمم ان شاء الله بقى. زعلان انه لسه ما كلمكش في النادي الاهلي في موضوع التجديد؟ زعلان مش عارف، وانا شايف باصص لها من ناحيتين يعني. هي يا اما الناس مطمنه قوي ان احنا مش هنروح في اي حته غير النادي الاهلي عشان ده بيتنا وتربينا فيه. ومش هناخد اي قرار. يعني مش هناخد مين؟ ليه مش هاخد؟ ليه بتقول مش هناخد؟ انا وعماد. انا بتكلم انت وعماد. انت مدخل عماد معاك؟ لا مش مدخل. ما احنا الاثنين اللي قاعدين هينتهي اخر السنه دي. فكون ان النادي الاهلي ما يكلمناش في التجديد، احنا عندنا شهر واحد، انا من حقي دلوقتي امضي لاي فرقه ثانيه دلوقتي وانا بكلمك. يا اما هم مطمنين ان احنا اولاد النادي مش هنمشي في اي حته، يا اما يقول لك في اخر الموسم لا خلاص شكرا انت مع السلامه مش عايزين. طيب خلينا ناخدها من الجزء الاولاني. مطمنين، هل هم فعلا مطمنين؟ اكيد مطمنين. انت مش هم مطمنين ولا لا؟ ولا هم ما اعرفش هم مطمنين ولا لا. لا ما خلينا ناخدها بالمحمل ده. احنا اكيد مش ما هو ده مش هنخدعهم يعني. انا حابب مثلا ان انا اختم حياتي في النادي الاهلي. كويس. انا حابب يعني لو النادي الاهلي جالك اخر السنه قال لك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هتقول كده؟ ده كان هيكون ردك ولا هخطف لي سنه؟ لا هقول هخطف لي سنه طبعا لو قال لي مع السلامه. هو ده السؤال. فين؟ في اي حته بقى. داخل مصر ولا خارج مصر؟ يعني لو خارج مصر فيه هبقى خارج مصر. لو ما فيش هبقى داخل مصر. يعني ممكن حسام غالي بعد كل التاريخ ده يختتم حياته ويعتزل في نادي داخل جمهوريه مصر العربيه غير النادي الاهلي؟ بص ناس كتير تقول لي لا وازاي اختم حياتك في الاهلي وانت بعد ما عملت التاريخ ده كله وتروح حته ثانيه وبتاع. انا ببص لها ان انا عايز يعني بحب الكوره، فلسه لي سنه عايز استمتع اكتر وقت ممكن في الملعب، اكمل سنه العب في حته يعني. فهو احتراف في الاول وفي الاخر. نادي عرض وطلب، انت عايز تكمل ولا لا؟ مش عايز مش محتاجينك دلوقتي، فممكن اروح حته ثانيه. هيكون لي اكبر عرض مادي؟ لاكبر عرض مادي؟ يعني خلينا اتكلم بصراحه. جه انديه الزمالك والاسماعيلي والمقصه ووادي دجله وبتروجيت وامبي وحطوا العروض على الترابيزه كده قدامك. الزمالك كان اكبر عرض. هروح الزمالك يعني؟ لا يعني الزمالك مع احترامي الكبير لنادي الزمالك وادارته ولاعيبته، بس استحاله اخسر جمهور الاهلي او الجماهير اللي انا عملتها دي كلها في سنه يعني.
اكيد مش هخسر جمهور النادي الاهلي على حساب ان انا العب سنه كمان في نادي الزمالك. يعني الانضمام للزمالك مش وارد في لا، دماغك؟ صعب طبعا بعد ما عملت المسيره دي كلها والتاريخ ده في النادي الاهلي. هختم حياتي في الزمالك يعني. لو ميدو مثلا مكمل في وادي دجله تحب تلعب سنه معاه لو الاهلي ما جددلكش؟ ممكن مع ميدو. او ايهاب جلال مثلا؟ لا، ممكن مع ميدو. مع ميدو. لا، ايهاب جلال طبعا بحبه كمدرب. بحبه. طبعا مدربين محترمين جدا، واللي عمل بصمه في مصر المقاصه. لكن لو كملت في مصر هيبقى وادي دجله يعني. وادي دجله. ده اختيار اوحد ولا اختيار اول؟ اوحد في مصر ولا اول؟ اوحد ولا اول؟ اوحد. يعني في حاله عدم تجديد تعاقد حسام غالي مع النادي الاهلي ممكن العب في وادي دجله. تلعب سنه في وادي دجله. ممكن. غير كده كل العروض انت مش هتقبلها. امبي مثلا؟ لا. بتروجيت مثلا؟ لا. المقاصه، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، احترام الناس دي كلها طبعا. وادي دجله فقط لا غير. سؤال واضح، انا عارف علاقتك بماجد سامي رائعه وسبق لك الاحتراف في نادي ليرس. احنا بنقول ليرس، انت بتقول الاسم الحقيقي هو ليرسا، لكن خلينا نقول ليرس يعني. هل حصل اي حوار بينك وبين ماجد سامي من دلوقتي؟ لا خالص. لا. بس انت حابب تكمل السنه الاخيره في النادي الاهلي؟ طبعا. طبعا. ما كان عندي هنا الكابتن حسام البدري ما بين الكواليس، سالته عنك فلقيته يعني لا مش بيحبك، ده هو في حاله قناعه تامه بدور حسام غالي ككابتن للفريق ودور حسام غالي المؤثر. قال لي حتى لو يعني فترات في المباراه قال انا بعرف بستفيد منه بشكل جيد. هل العلاقه دي اللي موجوده في الملعب في التدريب، ولا ممكن الكلام ده كان بين الكواليس ما كانش على الهوا بيني وبين حسام، ولا كان كابتن حسام بيقول لي هذا الكلام عشان ما يبقاش فيه مشاكل، او انا كاعلامي ما اخدش الكلام وافسره بطريقتي؟ لا، علاقتي بالكابتن حسام ممتازه يعني. ممتازه. طبعا. يعني قبل ما يجي يعني انا بحب الكابتن حسام من زمان يعني. انا برضو عاشرته في الناشئين يعني، وحضرته في الناشئين. من المدربين المحترمين جدا، ومبسوط ان هو مسك النادي الاهلي. مبسوط. وعلاقتي بيه جيده جدا يعني، ما فيش اي مشاكل بيني وبينه. بس تاني عشان اختم الفقره دي لانها مهمه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بالنسبه للجمهور عامه، انك تفضل انك تختم حياتك في النادي الاهلي اذا ما كانش يبقى وادي دجله فقط لا غير. طب دجله ما عرضش، خلاص هتعتزل؟ هعتزل طبعا. ايه حكايه الصين؟ الصين من وقت للتاني بقى فيه عروض كده بتيجي كلام على الصين. الناس دلوقتي كلها رايحه على ناحيه الصين. ف